السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو. فيديو النهارده هو تكميلي لفيديو قبل كده. انا كنت شرحته بس في ناس برضو ما وصلهاش المعلومه. الفيديو باختصار هو مسح سجل البحث بتاع جوجل. طبعا زي ما حضرتك فاهم، في فرق ما بين مسح سجل بحث جوجل، في فرق ما بين سجل بحث اي متصفح. بمعنى ان عندك مثلا المتصفح اللي هو مايكروسوفت ايدج اللي قدامك ده، لو جيت مثلا من الثلاث نقط اللي عليك اليمين فوق دول هتلقى حاجه اسمها الهيستوري. الهيستوري ده بحث المتصفح نفسه اللي هو بتاع مايكروسوفت. تمام. انما اللي في النص ده بتاع جوجل نفسه. بمعنى ان انا مثلا لو جيت ابحث هنا، وليكن مثلا هكتب اي معلومه 3 فيز مثلا زي ما حضرتك شايف كده. لو جيت ان انا اكتب مثلا كده، دي حاجه انا بحثت عنها في جوجل، وانا طبعا مسجل بالايميل بتاعي فوق اهو، مفيش اي مشاكل. تمام. لو جيت برضو بعدها انك تفتح متصفح تاني عشان تتاكد ان البحث سجل معاك اهو. البحث سجل معاك، دي حاجه انا بحثت عنها. هو في الحقيقه ممكن تمسحها من هنا، اللي هو من البدايه خالص كده على طول كده. مفيش اي مشاكل، ويبقى برضو انت مسحتها من على الايميل بتاعك او الاكونت بتاع جوجل بتاعك. طيب لو انت عندك بقى كمية كبيرة، انت باحث عن حاجات من 2020 وليكن، تحلها ازاي؟ اقول لك تحلها ازاي. الطريقة ما بتختلفش كتير عن متصفح جوجل كروم، هو نفس الطريقة. طبعا بتفتح الدايرة اللي فيها الاكونت بتاع حضرتك من هنا، وبتيجي على حاجة اسمها مانج يور جوجل اكونت اللي فوق دي، وتضغط عليها بالشكل ده. بعد كده اما بتضغط عليها بتيجي تختار حاجة اسمها داتا اند برايفسي اللي هي فوق دي، تالت اختيار. بعد كده بتنزل وتختار حاجة اسمها ماي اكتيفيتي اللي هو نشاطي. بعد كده بتنزل بيتأكد إن أنت مالك الأكونت أو مالك الحساب أو الإيميل بتاع حضرتك. بتعمل فيريفاي من هنا اللي هو تفعيل. تمام. بيبدأ يقول لك دخل لي الباسورد اللي هو بتاع الإيميل بتاعك. بتدخله طبعا الباسورد، بس أنا عشان عندي كان الباسورد محفوظ قبل كده، ببدأ إن أنا مثلا أعمل نيكست من هنا. بمجرد ما تعمل نيكست طبعا بزيادة تأكيد، الخطوة دي ممكن تظهر معاك وممكن ما تظهرش معاك، بس أنا عن نفسي ظهرت على الموبايل بتاعي يعني. تمام. أنا دلوقتي هأكد على الموبايل، رسالة جات لي على الموبايل. هبدأ إن أنا أقول له إن أنا اللي داخل على المتصفح. بيقول لي الرقم اللي على المتصفح ظاهر إيه، اللي هو 90 ده. بمجرد ما اختار الرقم هيبدأ يفتح معانا المتصفح من غير أي مشاكل، وتبدأ تنزل كده هتلاقي حاجة اسمها فلتر باي ده باي ديت، أو اللي هو يعني أنت عايز من تاريخ كام. فتضغط على السهم اللي نازل ده، في حاجة اسمها عندك لاست اور اللي هو آخر ساعة وآخر يوم، وأول تايم ده اللي هو كل الوقت، تختارها كل الوقت طبعا. بعد كده بتعمل ديليت من هنا، ومجرد ما تعمل ديليت بيبدأ يحمل معاك وتقول لك إن المسح تم. بتقول له مثلا جو إت من تحت كده، بيرجعك على الاكونت ده. لو جيت طيب تفتح جوجل تاني، جيت هتلاقي كل حاجة ممسوحة معاك، واحنا اصلا كنا ماسحينها يدوي كده في الاول. بس دي بقى تمسح معاك اي حاجة، ويبقى الايميل بتاعك او الاكونت بتاعك فاضي مفيهوش اي حاجة حد يبص ورا منك فيها او كده. ده طبعا فيديو بسيط خالص كده، حبيت ان انا اشاركه معاك، اتمنى يكون عجبك، وحابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. شكرا ليك على المشاهدة.